مرحبا بكم. اليوم لدينا خبر عاجل ومثير للجدل في عالم كرة القدم، حيث قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المعروفة باسم الفاف الانسحاب من النسخة الثامنة من بطولة الشان التي ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا. رئيس الاتحادية وليد الصادي أوضح أن قرار الانسحاب جاء نتيجة لتأثير المشاركة على جدول البطولة المحلية، حيث سيتطلب الأمر تأجيل البطولة الجزائرية لمدة شهر كامل، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع. هذا القرار يثير تساؤلات حول الاستعدادات والتنافسية في كرة القدم الجزائرية، لكن المفاجأة الأكبر كانت في رفض الاتحاد الجزائري حتى المشاركة بفريق تحت 20 عاماً، حيث اعتبر أن البطولة تضم منتخبات قوية قد تشكل تحدياً كبيراً. هذا الموقف يعكس استراتيجية جديدة قد تتبناها الجزائر في المستقبل، حيث يبدو أنهم يفضلون التركيز على تطوير اللاعبين المحليين بدلاً من المخاطرة في بطولات قد لا تحقق النتائج المرجوة. في النهاية يبقى السؤال: هل سيكون لهذا القرار تأثير طويل الأمد على كرة القدم الجزائرية؟ وكيف ستؤثر هذه الخطوة على تطلعات المنتخب الوطني في البطولات القادمة؟ سنتابع التطورات عن كثب. شكراً لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك. دمتم في رعاية الله.